يا صباح الخير او مساء الخير على حسب الوقت اللي يوصلكم فيه الفيديو. ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. رجعنا مع بعض بوصفه سكر قوي 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 وعسل قوي زي ما انتم شايفين. النهارده هنعمل مع بعض كيلو واحد بس من بسكوت النشادر او البسكوت بتاع المكنه بتاع زمان اللي احنا كلنا كنا بنحبه. طبعا زي ما انت شايفه سكر وعسل ونتيجته ما شاء الله ربنا يبارك زي ما انت شايفه، ولا فارش ولا مطقة او مفرقع من فوق زي ما بيقولوا بيشقق يعني وشه. التسوية بتاعته رهيبة. هنعمله مع بعض النهاردة بالمكنة زي زمان. وعايزة اقولك ربنا يبارك، ده كيلو بسكوت النشادر بتاع زمان او بتاع المكنة. خفيف جدا وهش جدا ودايب وناعم جدا ونتيجته زي ما انت شايفة. يعلم ربنا رهيب رهيب رهيب، نتيجته رهيبة، الوصفة رهيبة. لو عجبك الفيديو بتاع النهاردة يلا بينا نشوف مع بعض عملنا ازاي في فرن البوتاجاز وكمان بالمكنة. سهل جدا وسريع. يلا بينا نشوف مكوناتنا وطريقة التحضير. اول حاجة زي ما قلت لكم احنا النهاردة هنشتغل بكيلو من الدقيق بس. تمام، هنركز مع بعض كده في كام حاجة. انا هنا عندي 6 حبايات من البيض. انا يا جماعة ما بحبش اللبن على البسكويت، احنا كده طبيعتنا ما بنحبش اللبن، عشان طبعا احنا كنا بنحط زمان بيض كتير للدقيق. فطبعا دلوقتي البيض غالي، فانا الوصفه بتاعت النهارده بتبقى محتاجه معاكي 5 بيضات بس. انا حطيت 6 بيضات. وعايزه اقولك لو هتحطي البيض البلدي يبقى لازم تحطي 7، لانه البيض البلدي بيبقى صغير شويه، فده البيض الابيض كبير. فانا حطيت 6. عندي كوبايه من السمنه وعندي كوبايه ونص من السكر. تمام بالشكل ده. هكتب لك المقادير في صندوق الوصف بالكوبايه وبالجرام. والنهارده هنشتغل مع بعض بالخلاط سهل جدا وسريع. بس قبل ما نبدا بالخلاط هنشوف هنضيف ايه على البسكوت بتاعنا. هنا انا عندي 3 اكياس من الفانيليا بتاعه البرتقال. فانيليا البرتقال انا بحبها جدا جدا وبتديني ريحه وطعم حلو جدا. الكيس الفانيليا من ده بيكون 5 جرام، يعني احنا ضفنا على الكيلو البسكوت بتاعنا 15 جرام من الفانيليا. عايزه بقى تضيفيها فانيليا من السايبه اللي هي العاديه دي، عايزه تحطي فانيليا اللي هي البودر، عايزه تحطي فانيليا البرتقال، كل حاجه حلوه. يعني المهم لو هتضيفي الفانيليا اللي هي بتبقى في الازازه دي بتضيفي نص معلقه صغيره كده. زي ما قلت لكم هنشتغل كل حاجه في الخلاط. يبقى انا استعملت للكيلو عندي 6 حبات من البيض، كوبايه ونص من السكر، وكمان كوبايه سمنه. هضيف كل حاجه زي ما انتم شايفين معانا اهي في الخلاط. سهله جدا وسريعه. والله زمان كانوا بيدوبوه على ايديهم، بس بصراحة الواحد ما بقاش عنده ايه يعني مجهود، وكمان بنسهل على بعض. عايزة بقى تضربيهم بالخلاط، عايزة تضربيهم بمضرب سلك، عايزة تضربيهم على ايدك، هنضربهم ضرب يعني تمام ونرجع مع بعض تاني. وزي ما انتم شايفين بالشكل ده ضربنا الخليط بتاعنا لغاية لما وصل للقوام ده، بيبقى عامل زي قوام كريمي كده. بس المهم ان انت يعني حبات السكر عندك تدوب. ولازم لما نيجي نعمل البسكوت يا جماعة ده يستحسن يبقى السكر يبقى ناعم شوية عشان يسهل معاكي المواضيع خلاص. وعشان كده الواحد احنا انا دوبتهم بالخلاط اصلا عشان يبقى سهل علينا وسريع. وصفة النهاردة بأمانة بأمانة زي العسل، وعن تجربة هتجربيها. البسكوت مقرمش ودايب وهش كده ومش مكتوم. ده بيكون سمك الخليط بتاعنا النهاردة. طيب بعد كده انا هستعمل زي ما قلت لكم عندي كيلو من الدقيق زي ما انتم شايفين بالشكل ده. ده دقيق متعدد الاستخدامات زي ما انتم شايفين. وعشان انا مش عايزة احط لبن، فالخطوة دي اختياري وهقولك يعني ممكن تضيفي بدلها ايه. لو انت مش حابة تحطي المية يبقى هتزودي عدد بيضة كمان، يبقى تحطي 7 بيضات زي ما قلت لك. بضيف عندي الاول خالص معلقة صغيرة من بتاعة الشاي اهي، معلقة ممسوحة مش مليانة قوي بيكنج باودر. ودي النشادر اللي هي بتبقى من عند العطار. يا جماعه بلاش افتكاسات الناس اللي تقول لك معلقه هرميه، معلقه معرفش ايه. لا لا لا، بصوا صدقوني بيشقى ويبقى مش حلو. وكمان البيكنج باودر نوع بيختلف من التاني. انا دوبتها على ربع كوبايه من الميه بس. حابه تدوبيها على لبن مفيش اي مشكله، بس انا ما بحبش بصراحه اللبن على البسكوت ده خالص، بيبقى يعني بيكتمه ويخليه مكتوم كده. بعد كده نزلت عندي بالدقيق شويه شويه هبدا اعجن. طب لو انت حابه تضيفي بيكنج باودر بس هتضيفي معلقه مليانه من بتاعه الاكل، يا اما معلقتين صغيرين ممسوحين. طب لو عايزه تضيفي نشادر بس يبقى هتضيفي، هيبقوا معلقتين صغيرين جدا من المعالق بتاعه الشاي مش المعلقه الكبيره، عشان انت لو عبيتي المعلقه الكبيره نشادر هتبقى عندك حوالي معلقتين ونص من الصغيره دي يا جماعه. ونركز شويه لان النشادر دي بتبقى يعني في البسكوت بتبقى بشعه، لو كترها بيشقق معاكي قوي. يعني المظبوط للأمانة معلقة صغيرة من ده ومعلقة صغيرة من ده. وكمان بسكوت ما يتركنش خالص. اللي تقولك بخمره ساعتين وبخمره 3، اوعي، البسكوت ما بيتخمرش يا جماعة خالص. بدأت أعجن بالشكل ده. طبعا أنا عايزة أقولك لو انت هتعمليه بالكيس بتاع الحلواني بتخلي العجينة تبقى طرية معاكي، تبقى ملزقة سنة كده.
لو هتعمليه زي ما انا هعمله بالمكنه، العجينه بتاعت المكنه هي بتاخد هو الكيلو مظبوط قوي على المقادير دي. اللي بتقولك 6 بيضات وبياخد معايا كيلو الدقيق، هقول لها لا معلش، عشان يقبل معانا كيلو الدقيق كله يبقى لازم يا تضيفي ربع كوبايه لبن يا ربع كوبايه ميه، يا تزودي عدد البيض حاجه من التلاته عندك، يا تزوديها عصير برتقال، مفيش اي مشكله. بس انا بالنسبه لي زودتها ربع كوبايه ميه بس وزودت بيضه، يعني حطيت على الوصفه بدل ما هي 5 حطيت 6. خلاص عجلنا العجينه بتاعتنا وهشتغل فيها على طول، انا مش هريحها. بعد كده جبت هنا عندي المكنه بتاعتي دي اللي هي بتبقى رقم 10 او اي مكنه عندك، وبجيب عليها القمع البلاستيك ده بيتباع. بصي كان عندي مستلزمات بتاع البيت بالهبل، يعني القمع ده صدقوني انا عندي بقاله 3 سنين وكتير كمان بقى من عن 3 سنين، كنت جايباه ب5 جنيه. دلوقتي معرفش هعمل كام. بعد كده عشان يطلع معانا الشكل الحلو اللي احنا شفناه في الاول، طبعا لازم يكون معاكي حد، انت بدور المكنه كده. وطبعا الصواني بتاعتي مدهونه زيت، دهن الزيت كده يعني خفيفه شويه مش كتير قوي، لان هو اصلا فيه الماده الدهنيه الكافيه قوي عليه. خلاص وببدا ايه زي ما قلت لكم عشان يدينا الشكل الحلو، بقطعها كده بالشكل ده، وبعدين بلفها على ايدي وببرمها كده. البرمه دي هي اللي بتديكي الشكل المظبوط للبسكوته. يعني حلوة قوي بصراحة، رهيب وجميلة جدا جدا جدا. جربي دايما، جربي الوصفة بتاعتك في حاجة قليلة، ما تعمليش كميات كبيرة، جربي في نص كيلو. انا هكتب لك المقادير في صندوق الوصف بالكوباية وبالجرام، وانت بقى ايه جربي. بصي العجينة بتاعت البسكوت ما بتبقاش فيها مطة، بتبقى بتتقطع كده، يعني ما بتبقاش عجينة فيها عرق، لانك لو عجنتيها كتير هيبقى معاكي ليها عرق ومش حلو. خلاص اهي بالشكل، ويبقى البسكوت معاكي معضم ومش حلو. لكن لو ما تعجنيهاش كتير قوي دوبك بس تلمي الدقيق زي الفل. كوباية سمنة عادية خالص من العلبة، سواء بقى سمنة بقى بلدي سمنة علب مفيش مشكلة. طب لو انا حابة احطها زيت صدقيني هيبقى زي الفل مفيش اي مشكلة. طب لو حابة احطها زبدة برضو مفيش اي مشكلة خالص، بتحطيها زبدة ما تسيحيهاش، تحطيها زبدة من اللي هي مثلا فرن كريستال جنة. بتملي كوباية كده بس تبقى مفككة، تبقى سمنة فكة، ما تبقاش سمنة جامدة. تمام، وما تبقاش سمنة سايحة اسف، عشان لو سيحتيها هتعمل مية. خلاص وبعد كده بنبدأ نقطع بالشكل ده اهو زي ما انتم شايفين. بصوا بجد رهيبة رهيبة رهيبة، الوصفة رهيبة تحفة بأمانة يا جماعة. بين كل صباعين صباعين كده بحط ايدي في الزيت، وببدأ عشان العجينة ما تلزقش معايا على صابعي زي ما انتم شايفين بالشكل ده. وزي ما قلت لك الزيت بعبي بقى الصواني بتاعتي. ربنا يبارك، هما الكيلو طلع عندي حوالي 7 صواني، ربنا يبارك، يعني 7 صواني بسكوت من ده. حلو قوي 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 بجد، رهيبة رهيبة رهيبة. اديها كام من 10 صدقوني، مش عشان انا اللي عاملاها، قد الوصفة بتاعت النهاردة 10 من 10. الناس يا جماعة صدقوني صدقوني احنا ما بنضيفش عندنا، احنا البسكوت ده بتاعنا هو بتاع قلب الصعيد. يعني انا كمان كوباية المية دي اللي انا ربع كوباية المية اللي انا ضايفاها دي، انا ضايفاها كده بس عشان البيض ما ياخدش معانا بيض كتير اوي لان البيض غلي. فلو انتي مش حابة تحطي مية وهيبقى احلى واحلى كمان، زودي عدد البيض كمان واحدة. اصل زودي بيضاية مش يعني مش هتكلفك كتير، بس هتطلع معاكي الوصفة جميلة. هخلص الوصفة بتاعتنا او الصواني بتاعتنا زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. طبعا ده مقطع كده يلا دخل معانا في النص مفيش مشكلة زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. واحنا بندور المكنة وبنقطعهم اهو. بصوا بجد جميلة جدا جدا، عايزة اقولك عسل بأمانة عسل. الوصفة بتاعت النهاردة حلوة جدا، أتمنى منكم كلكم تجربوها. هنعبي الصواني بتاعتنا زي ما قلت لكم، وبعدين هنرجع مع بعض نشوف. ربنا يبارك كده الخبيث. بصوا بقى يا جماعة، بالنسبة للتسوية أنا بسخن الفرن حلو جدا على درجة حرارة 180. يعني الأول بسخنها وبعدين بظبط الحرارة على 180 وأسوي فيها. والله احتاج معاكي وش أو يعني كده مفيش مشكلة، ما احتاجش زي الفل. تعالوا بقى نشوف مع بعضنا لما بيدخل الفرن ازاي ما بيفرش ما بيشققش معانا ويبقى زي العسل. بصي حبيت اوريهولك ازاي سكر ربنا يبارك مفيش واحدة فرشت، مفيش واحدة شققت. البسكوت بيزيد وكمية حلوة جدا اهو. بعد كده بيطلع من الفرن بالشكل العسل ده. لو انت عندك فرن بتولع شواية ومن تحت مع بعض يبقى زي العسل، بتهدي كده فوق خالص وبتبقى مولعة من تحت عادي زي ما قلتلك على 160 درجة تحت في الفرن من تحت. خلاص بصوا بقى جميل ازاي ربنا يبارك، فظيع مخلع كده وحاجة عسل زي ما انتوا شايفين، جميل بجد جميل قوي. هخلص الكمية بتاعتنا ولونه رهيب. انا للأمانة ولعت الشواية كده كنت بديله ايه سنة بسيطة. بصي جماله بص عسله مفيش احلى ولا اجمل من كده. ربنا يبارك الكمية حلوة زي ما انتوا شايفين كده، التسوية واحدة ومقرمش. اشوفكم على خير وصفة جديدة وفيديو جديد، وكل سنة وانتم طيبين كمان مرة من وصفات العيد. يلا باي باي.